السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي المتابعين. اليوم لدينا موضوع مميز جدا يشغل الكثير من عشاق كرة القدم وخاصة أولئك الذين يتابعون ريال مدريد عن كثب. الحديث اليوم عن النجم المغربي إبراهيم دياز والمستقبل المثير الذي ينتظره بالنادي الملكي. هل سيبقى أم سيذهب إلى الدوري الإنجليزي؟ وفي الوقت نفسه سنتطرق لأوضاع بعض اللاعبين المغاربة المميزين مثل أشرف حكيمي، إسماعيل السيباري وشمس الدين الطالبي وأكثر. إنه موسم حافل بالتحديات والفرص، والأسماء المغربية في أوروبا تواصل كتابة تاريخها بأحرف من ذهب. مع كل هذا يبقى السؤال المطروح: هل سيتخذ دياز القرار الصحيح بالبقاء في ريال مدريد أم يبحث عن تحدي جديد؟ تابعونا في هذا الفيديو حيث سنتناول كل التفاصيل المثيرة ونقدم لكم تحليلات دقيقة لكل الأحداث التي تهمكم. كونوا معنا ولا تفوتوا الفرصة للتفاعل معنا في التعليقات، فآراءكم هي الأهم بالنسبة لنا. يلا لنبدأ. مستقبل النجم المغربي إبراهيم دياز في النادي الملكي. في تقرير حديث لصحيفة الماركا، وصف دياز بالحلقة المفقودة في هجوم ريال مدريد، مشيرين إلى دوره المتزايد رغم محدودية الفرص التي أتيحت له. هذا الوصف لم يكن عبثا، بل هو تأكيد على إمكانيات دياز الكبيرة حتى في ظل المنافسة الشرسة داخل الفريق. قد يظن البعض أن دور دياز محدود، لكن أرقام الموسم تتحدث عن نفسها. رغم مشاركته في 16 مباراة فقط، منها 14 كأساسي، تمكن من تسجيل 4 أهداف وصنع 6. في رأيي هذه الأرقام تعكس شخصية اللاعب القادر على التألق في اللحظات الحاسمة رغم عدم ضمانه لمكان دائم في التشكيلة. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل سيظل دياز في ريال مدريد أم أنه سيتخذ قرارا شجاعا بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي؟ التقارير الأخيرة تشير إلى اهتمام مانشستر سيتي بضم اللاعب، مما يفتح الباب على مصراعيه للتكهنات حول مستقبله. إدارة ريال مدريد أمام تحدي صعب، فمع وجود لاعبين مثل فينيسيوس جونيور ورودريغو يبدو أن الفرصة لدياز في التشكيلة الأساسية قد تكون محدودة، مما يضعه أمام خيار صعب: إما أن يثبت نفسه في أقوى دوري في العالم أو أن يبحث عن مكان آخر يضمن له المشاركة بشكل أكبر. المنافسة بين النجوم قد تكون قاسية، ولكن إذا قرر فينيسيوس جونيور الانتقال إلى الدوري السعودي كما تشير بعض التقارير، فقد تكون هذه الفرصة الذهبية لدياز للتألق. فالحقيقة التي لا يمكن تجاهلها هي أن ريال مدريد يحتاج إلى لاعب مثل دياز الذي يملك القدرة على صنع الفارق في أوقات حرجة. فهو يمتلك كل المقومات ليكون لاعبا مؤثرا في خط الهجوم، ولكن هذا يتطلب فرصة حقيقية للظهور. وأخيرا لا يمكن تجاهل موقف رئيس النادي فلورنتينو بيريز الذي يرى في دياز عنصرا واعدا يمكن أن يحقق الكثير في المستقبل. ووفقا لتقارير الصحفية من صحيفة ديفيس سنترال، يبدو أن بيريز يثق في إمكانيات دياز بشكل كبير، وهو ما يبعث برسالة قوية: دياز لن يرحل بسهولة. المستقبل لا يزال غامضا، لكن ما هو مؤكد هو أن دياز يمتلك كل القدرات والمقومات اللازمة ليكون أحد الأسماء اللامعة في ريال مدريد. هل ستتاح له الفرصة؟ هذا ما سيكشفه سوق الانتقالات القادمة، لكن في النهاية إذا واصل عمله الجاد فإن الفرصة ستأتي سواء في ريال مدريد أو في مكان آخر. تابعونا، فالقادم من الأحداث سيحمل الكثير من المفاجآت. فيما يخص وضعية أمير ريتشاردسون، فإن التصريحات التي أطلقها في الميركاتو الشتوي الماضي والتي أبدى فيها رغبته القوية في الرحيل عن فرونتينا الإيطالي قد أثرت بشكل واضح على أدائه في المباريات. من الواضح أن هذه الأزمة الداخلية تركت أثرا على استقراره النفسي والذهني، ومع ذلك لا يمكننا إلا أن نلاحظ التغيير في وضعيته مؤخرا بعد أن أصبح لاعبا أساسيا في الفريق، كما في المباراة ضد إنتر ميلان الأسبوع الماضي. وعلى الرغم من أنه خرج في الدقيقة 62 بتقييم 6.3، وهو تقييم قد يبدو متواضعا بعض الشيء، أرى أنه من غير العدل الحكم عليه استنادا إلى هذه المباراة فقط. التقييم الصحيح يجب أن يؤخذ في اعتباره تطور مستواه مع مرور الوقت، وله الآن الفرصة لإثبات نفسه بشكل أكبر داخل الفريق. عليه أن يستغل هذه الفرصة جيدا، ليس فقط من أجل تعزيز مكانته في الفريق، ولكن لإعادة بناء الثقة التي فقدها في الفترة السابقة.
أما فيما يخص أشرف حكيمي فلا يمكنني إلا أن أكون فخورا بالإنجاز الذي حققه في دوري أبطال أوروبا. لقد أصبح أكثر لاعب مغربي خوضا للمباريات في البطولة، متفوقا على رياض محرز بمجموع 56 مباراة. هذا الرقم ليس مجرد رقم عادي، إنه شهادة على مسيرته الاحترافية المستمرة في أعلى المستويات. أعتقد أن هذا الإنجاز يعكس حجم التطور الذي شهدته مسيرته في أوروبا، وكونه يحتل المركز الثاني بين اللاعبين العرب في عدد المباريات بعد محمد صلاح، فهذا يعزز مكانته كأحد اللاعبين المميزين في الجيل الحالي. بالنظر إلى عمره الزمني ومسيرته الواعدة، لا أستبعد أن يتجاوز هذا الرقم في مستقبله القريب، خاصة في ظل التعديلات الجديدة التي طرأت على هيكلة المسابقات الأوروبية. أما إسماعيل السيباري فعلى الرغم من أدائه الجيد ضد جوفونتيس الإيطالي في دوري الأبطال، إلا أنني كنت أتوقع منه مستوى أعلى. لم يكن الأداء بالمستوى الذي اعتدنا عليه في الأسابيع الأخيرة. تسديداته كانت مؤثرة، ولكن تصدى لها الحارس ببراعة، وكان بالإمكان إنهاء الهجمة بطريقة أفضل. ولكن يبقى أن هذه المباراة مجرد محطة في مشواره، وعليه أن يستغل الفرصة في المباراة الإياب لإظهار إمكانياته بالكامل. التأهل لدور 16 لا يزال في متناول يده، والمستقبل أمامه. وأخيرا فيما يتعلق بقرعة نصف نهائي كأس الملك إسبانيا، فإن المواجهة المغربية 100% خالصة بين إبراهيم دياز ونايف أكرد. ريال مدريد ضد ريال سوسيداد تظل واحدة من أكثر المباريات المنتظرة. سيكون من المثير متابعة كيف سيستغل دياز هذه الفرصة لإثبات قدراته في مواجهة نايف أكرد ونادي عريق مثل ريال سوسيداد. وفي النصف النهائي الآخر يلتقي برشلونة مع أتلتيكو مدريد في مواجهة متكافئة ومثيرة من جميع النواحي. هذه المباريات تضمن لنا مستوى عالي من الإثارة، وبالتأكيد ستكون حديث الساعة في الأيام القادمة المقبلة. وهكذا أصدقائي وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. ما رأيكم في كل ما تم الحديث عنه؟ هل تتوقعون أن دياز سيظل في ريال مدريد، أم أنه سيتخذ خطوة جديدة في مسيرته؟ كما أنني متأكد أن العديد منكم ينتظرون المزيد من التطورات بشأن باقي اللاعبين المغاربة في أوروبا. في النهاية كرة القدم مليئة بالمفاجآت، والمستقبل دائما مفتوح على جميع الاحتمالات. لذلك لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركوا آراءكم في التعليقات لأنها تهمنا كثيرا. إلى اللقاء في حلقة قادمة، حيث نواصل متابعتكم لأحدث التحليلات وأهم الأخبار. شكرا على متابعتكم، ودمتم في رعاية الله وحفظه. مع السلامة.